مصر ساعدتنا كثير. وساعدت وزارة الدفاع المصرية كانت تستورد بعض المعدات لها ولا هي لحساب العراق أيام الحرب العراقية الإيرانية، وكانت ترسل للعراق وترسل للعراق. أبو غزالة الله يرحمه كان شخصية فريدة وشخصية ذات عندنا يعني بعد استراتيجي بعيد كبير. وأنا أعتقد كل العسكريين المصريين بمستوى كبير عندهم فكر استراتيجي وفهم كبير. ومصر صعدت بشكل كبير جدا تدريب القوات اللي تشتغل بالأعماق يعني خلف خطوط العدو بالاستخبارات العسكرية. وكان هنالك أتذكر ضابط اجى برتبة لواء مصري ويعني حوالي 150 واحد يدربون وأسسوا كتائب الاستطلاع العميق، مفادع بشرية من شط العرب ويعبرون ويسوون عمليات ويرجعون، وكان اكو تعاون استخباري ويا مصر. كل القيادات العسكرية، حتى جانا أحد القادة المصريين أيضا وزار الفاو وشاف التحصينات والوضع ووضع الجزيرة وكذا قبل احتلالها، قبل تحريرها، مو قبل احتلالها، احتلت الآن من قبل إيران. طيب، فمن ناحية عسكرية ممكن أنت توقف على بعد من الفاو وتشوفها بالناظور والدربيل والمسائل. ليش تم استعانة بقائد مصري؟ ما أعرف، يعني يطلعون قوات عرب كذا، يطلعون على الفاو وإذا كان أكو عندهم آراء المسألة تحريرها من الباب. يعني سوينا عقد مع المصريين لأن يزودونا ب 100 دبابة طراز 54 55. فارسلوا 100 دبابة. رئيس صدام قال فريق جبار أخذها، خلاص احنا نريد نحسن علاقات ويا مصر. العربية كافة باستثناء سوريا، باستثناء سوريا كلها كانت تدعم صدام حسين بشكل مباشر وغير مباشر. بس أكثر دولة كانت في هذا المجال هي مصر في عهد الرئيس أنور السادات. في عهد السادات خصص ضابط كبير مصري برتبة لواء بالجيش، أرسل إلى واشنطن واشتغل في السفارة المصرية. كانت مهمته فقط متابعة احتياجات العراق من الأسلحة الأمريكية. كانت تقدم الحكومة العراقية طلباتها عن طريق هذا الشخص، وكان بما أنه القوانين الأمريكية لا تسمح ببيع الأسلحة لدولتين متحاربتين رسميا، فكانت تقدم هذه القوائم باسم الجيش المصري وتشترى وتمر عبر مصر، ومن مصر تهرب إلى صدام. مو تهرب الحقيقة، ترسل بمعرفة الأمريكا.
عبارة عن وسيلة لإغراء المصريين بالسفر ثم الاستفادة من إمكانياتهم بطريقة أو بأخرى بادخارهم للتجنيد. لأن صدام حسين كان يدرك أنه ذاهب إلى حرب مع إيران. في ناس تطوعوا للدفاع عن العراق بالجيش العراقي، وسقط العديد منهم في جبهات القتال. خلال تلك الفترة وقفت مصر شعبا وحكومة حتى مع القطيعة، حتى مع وجود السادات مع العراق، وساعدته عسكريا واقتصاديا، وأرست الخبراء والعسكريين والمخططين خاصة في معركة الفاو التي احتلتها إيران. كان للقيادة المصرية أو للدور العسكري المصري بعودتها من العوامل المهمة في ذلك.